السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناة أكل شهية مع أمل صيام. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض الشاورما بطريقة مختلفة عن سيخ الشاورما اللي عملناه مع بعض قبل كده وقطعناه وعملنا منه عظمة. دلوقتي هنعمل عظمة تانية خالص. يلا بينا نشوف المكونات اللي هنحتاجها النهاردة. جبت كيلو من صدور الفراخ، غسلتها كويس جدا وقطعتها صغير زي ما احنا شايفين، وبعدين هبدأ اتبلها بمعلقة صغيرة من الملح، فلفل اسمر، توم باودر، بصل باودر، ورق لورا باودر، حبهان باودر، كزبرة ناشفة، بابريكا، زنجبيل باودر. مع جوزة الطيب هيبقى رشة بسيطة قوي من جوزة الطيب، وعلبة زبادي، معلقة كبيرة من الكاتشب، معلقة كبيرة من الصلصة، معلقة كبيرة من صوص الباربيكيو، ونقدر نستغني عن صوص الباربيكيو، وعصير برتقانة، وعصير ليمونة، وربع كوباية زيت، ومعلقتين خل. ونقلب الفراخ بتاعتنا في العظمة اللي احنا عملناها دي. كل ما تسيب المكونات بتاعتك والفراخ بتاعتك فترة طويلة في التتبيلة الحلوة كل ما تديكي نتيجة مرضية. يعني مثلا تعمليها بالليل وتكون هتسويها تاني يوم، او تعمليها وتسيبيها 3-4 ساعات لو مستعجل عليها يعني. المهم ان احنا هنغطي العظمة بتاعتنا دي وهنسيبها في التلاجة على رف التلاجة. ويلا بينا نعمل التومية مع بعض. بس اهم حاجة في التومية ان احنا هنستخدم في الاول كوباية صغيرة، نفس الكوباية اللي هستخدمها كوبايتين من المية وكوباية من النشا، وهقلبهم مع بعض. والكوبايات دي مقاسها صغير، ولازم يكون عندي كوباية مقاسها اكبر من الكوبايات دي عشان المرحلة اللي جاية. يبقى انا جبت كوبايتين من المية، حطيت عليهم كوباية نشا والتلاتة قد بعض، وبدأت اقلبهم على البارد، وبعدين نزلت بيهم على النار وقلبت قلبت قلبت، القوام تقل معايا واداني الشكل ده، وده بيسموه نشا مروب. اسيب النشا المروب ده يبرد خالص، ضروري يبرد، وبأكد لازم يبرد. وبعدين هروح على الكبة، او الخلاط، هجيب كوباية اكبر بقى من مقاس الكوباية اللي استخدمتها، كوباية مية، وهنزل عليها بمعلقتين صغيرين مليانين من الملح، ومعلقة صغيرة ممسوحة من ملح الليمون. وكمان لو عندك 3-4 فصوص من الثوم افرميهم حلو كده، وبعدين انزلي بيهم كمان، و2 بياض بيضة. ما بستخدمش ليه صفار البيض؟ علشان الاصل في التومية ان يكون لونها ابيض، لكن صفار البيض هيخلي لي لونها مصفر شوية. عايزه اقول لكم وانا بتعلم التومية من السوريين كانوا يقولوا لي لازم يكون عندك خلاط ابن عالم. يعني ايه يا جماعه خلاط ابن عالم؟ يعني خلاط قوي عشان يضرب لك التوميه ويديك القوام المظبوط. المهم الحاجات اللي اتفقنا عليها ضربتها كلها مع بعضها كده بالشكل ده. اول ما احس انها اندمجت كويس هبدا انزل بالنشا المروب اللي برد معايا زي ما احنا متفقين. انزل بقى بالنشا المروب بتاعي ياخد كام ضربه كده، وابدا احضر كوبايه كبيره من الزيت. انزل بيها بسرسوب بسيط كده، والكبه شغاله او الخلاط شغال، هبدا انزل بيه الزيت بتاعي. يبقى المكونات مظبوطة جدا، لكن المشكلة كلها بتكون في الخلاط وقدرته. فلازم يكون الخلاط بتاعك قوي او الكبة قوية، او اضربي شوية وريحي خلاطك وكملي ضرب تاني عشان توصلي للقوام الكريمي اللي اتفقنا عليه. يبقى لو انت عملتيها كده وخلاطك قوي والله هتعملي تومية طعمها رائع وكريمي وحاجة عظمة. فأهم حاجة انك تضربيها كويس وما تستعجليش عليها في الضرب، وده شكل القوام الكريمي اللي بكلمكم عنه. عملنا التومية، يلا بينا بقى نروح للفراخ بتاعتنا اللي قعدت ليلة كاملة في التتبيلة الحلوة دي. حطيت حتة سمنة شوية زيت يسخنوا كويس، هبدأ انزل بالفراخ بتاعتي ياخدوا صدمة كده مع بعض، واشوح الفراخ بتاعتي حلو. بعد ما اشوح الفراخ بتاعتي حلو وهي بتتشوح كده، في الوقت ده قطعت بصل وقطعت فلفل الوان وقطعت طماطم. اخدت لحم الطماطم لكن ما اخدتش مية الطماطم. الفراخ بتاعتي اتشوحت، هبدأ انزل عليها بالخضار اللي اتفقنا ان احنا قطعناه. طبعا الحاجات دي بتكون كمية عشوائية ممكن تستغني عنها، وممكن ان انت تنزلي بيه. المرحلة دي تبدأي ان انت تظبطي الملح بتاعك. انا بالنسبه لي نزلت بمعلقه من مرقه الدجاج، قلت منها تدي طعم كده حلو للخضار وتدي طعم كمان تعلي من الطعم. وبعدين عملت بعد ما كل حاجه استوت عملت طبق كده من الفويل ونزلت فيه بحته سمنه وعليه الفحمايه وحته سمنه وغطيت. التركه دي بتودي لك الشاورما في حته تانية خالص. وده العيش السوري. هجيب بقى وجه واحد من العيش الشامي او العيش الفرن زي ما بتسموه، وابدا ادهن بقى التوميه بتاعتي وابدا انزل بيه الشاورما الحلوه اللي عملناها مع بعض. وبما ان انا امل وبحب سندوتشات مقلبظه هبدا انزل كمان بالبطاطس، وهبدا انزل بالخيار المخلل. لكن لو مش عايزه تنزلي بالبطاطس وتعملي الشاورما والخيار المخلل بس حلو جدا. وهبدا اقفل السندوتشات بتاعتي كلها بالشكل ده. وبعد كده هبدا اخد بقى سندوتش كده وانزل فيه في الصينيه اللي انا سويت فيها الفراخ، واروح على جريل سخن كده عشان ادي العلامات الحلوه دي. هعمل السندوتشات بتاعتي بالشكل ده كلها، وبعد كده نشوف بقى هنقدمها ازاي مع بعض. ممكن نقطعها بالشكل ده، مع الفكرة مقرمشة وطعمها حلو جدا، مستوية
حلوة يعني، والله لو عملتوها هتعجبكم قوي. ممكن تقدميها بالشكل ده، سندوتشات سليمة أو متقطعة، أو تقسمي السندوتش 2 زي ما انت عايزة. قدمتها مع تومية وخيار مخلل وبطاطس وكاتشب. ودي كانت حلقتنا النهاردة، أقول لكم في رعاية الله.